من أسئلة أمة الله تقول: عملت ذنبا لم أستطع التوبة منه، تتوب وترجع؟ وهذا سؤال كثير من الأخوة والأخوات شيخنا في مسألة تكرار التوبة وتكرار الذنب. نعم، هذا الذي يجب على المسلم، كلما أذنب أن يحدث توبة. الله. ولا تستسلم للشيطان، ولا تجعله يرابي في معصيتك ويأتي إليك حتى يجعلك تقيم على المعصية والعياذ بالله وتستمرئها. يعني يقول لك: أنت لا خير فيك، تفعل المعصية وتتوب ثم ترجع، ثم تتوب ثم ترجع. إذا استمر على ما أنت فيه من المعصية. شوف، يعني يريد أن يؤيسك ويقطع طريق التوبة عليك. لا يا أخي، كلما أذنبت جدد توبة وأبشر برحمة الله. الله عز وجل قال: أذنب عبدي فقال: ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم عاد ثانية فأذنب فقال: ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، مرة ثانية، تاب مرة ثانية. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم عمله ثالثة فقال: ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال: علم عبدي. شوف، الله عز وجل يفرح بفعل هذا الرجل، أنه كل ما أذنب جدد التوبة. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك ولا أبالي. الله أكبر. الحمد لله. اصنع ما شئت فقد غفرت لك. ما معنى اصنع؟ ما ليس معناه استمر في المعصية، لا، بل كلما أذنب جدد التوبة وأبشر فلن يضرك. المهم لا تستسلم للشيطان ولا تجعله يرابي في معصيتك ويؤيسك من التوبة. ولذلك يا أخي، اليأس من رحمة الله عز وجل والقنوط منها أعظم من الذنب. الله المستعان. إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنط من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. إي والله، قنوطك من هذا من الكبائر. صحيح. يعني لا يجوز القنوط من رحمة الله. والله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني ارتكبوا من الموبقات شيئا عظيما. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه عز وجل.